السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ جو ساقع ومحتاجين حاجة كده تدفينا، ومش هنلاقي احلى من البطاطا ديت ولا اطعم منها ولا اسهل منها في تسويتها، وبتبقى زبدة وجميلة جدا. انا جبت هنا صينية كده، ممكن اي صينية عندك. تمام، هتغسلي كمية البطاطا بتاعتك وتبدأي ترصها فيها وتهدي عليها شمعة وتحط عليها 4 معالق سكر او 3 معالق سكر زي ما انت حابة. انا هنا حطيت 4 معالق كانت جميله جدا. وعايزه اقول لكم الكراميل بتاع السكر كنت بحطه على البطاطا وبناكله، كان فظيع جدا. جربوها، حلوه قوي، وطريقه تسويها سهله، ولا فرن بقى ولا وجع قلب، وبتستوي بسرعه جدا. تمام. هنا انا كده ضفت السكر. بص بقى، عندك ورق زبده؟ تمام. ما عندكيش ورق زبده؟ انا ما كانش عندي بصراحه. جبت ورقتين من بتوع الكراسه العاديين جدا دول، وغطيتهم. وبصينيه او غطا عندك مقاس الصينيه اللي انت عامله فيها هتغطي بيه. تمام اهو، شفتم؟ ورقتين كراسه عاديين جدا. بيعرق على فكره، والورق ما بيبوش ولا اي حاجه. تمام، بيعرقهم كده، وكل شويه تقلبي كل شويه تقلبي. وعايزه اقول لك النار واطيه جدا، هاديه جدا جدا جدا، عشان خاطر السكر ما يتحرقش منك والبطاطا تتحرق وتبقى وحش. تمام، كل شويه كل مثلا ربع ساعه كده تفتحي وتقلبي البطاطا. وهنا انا عايزه اقول لكم عشان ما يبقاش حرام عليه او بقول لكم حاجه ما حصلتش، انا هنا لقيت السكر في الاطراف والنار طبعا هاديه جدا من النص، فمش مسيحه السكر كله. انا ضفت تقريبا ربع كوبايه ميه او مثلا 4 معالق ميه. تمام، ضفتهم وبدات اغطي، وكل شويه اقلب في البطاطا، كل شويه اقلب في البطاطا لحد ما استوت معايا. والكراميل ساح كده، وجت في الاخر خالص لما لقيت البطاطا استوت معايا عليت النار بقى، خدت لون كراميل كده كويس، وحمرت البطاطا. او عايزه اقول لكم، شايفين فك السكر كله، بدأت تغلي وتشرب من السكر لحد ما استوت وبقت بالجمال ده. انا هنا عليت النار لحد ما السكر اتكرمل كده والبطاطا اتكرملت. عايزه اقول لكم كانت اقسم بالله خطيره خطيره خطيره، جربوها. بس كده ودايبه ومستويه زبده. عايزه اقول لكم زبده، والواحد يومها كل منها. انا حاسه ان كنا الجو كان ساقع تلج، انا كنت حاسه ان احنا في عز الحر والله. بتدفي جدا وجميله جدا، وشايفين الطراوه بتاعتها، شايفين مستويه اصلا ازاي، وفي وقت قياسي يعني ما خدتش وقت خالص. بس كده، واعملوا بقى البطاطا ديت هتعجب البيت كله. واشوفكم